برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيكو مدريد. رباعية الذهاب 4-0 أشعلت حلم الريمونتادا، وفي الكامب نو الجماهير ترفع سقف التوقعات والطموحات، والفريق يدخل المباراة وضغط رهيب وهجوم ورغبة مشتعلة من الفريق، لكن أتلتيكو تنظيم دفاعي صارم وانتظار المرتدات تقتل كل شيء. والدقيقة 30 لامين يامال يفتتح التسجيل، وقبل نهاية الشوط الأول بدري يتحصل على ركلة جزاء ويتقدم لها رافينيا، وفي الثاني يسجل، والشوط الثاني يبدأ بنفس الجنون. والدقيقة 73 برنال يسجل الهدف الثالث، وهنا الجميع صدق والعودة أصبحت أقرب من أي وقت مضى، وتجاوزت 90% من الصعوبة. بقي هدف واحد فقط، خطوة واحدة، لكن ماذا حدث؟ اللمسة الأخيرة اختفت، تصنع الفرص والفرص تضيع والأعصاب تتوتر، ودفاع أتلتيكو يتحول إلى جدار لا يكسر. قاتلوا على كل كرة وأطفأوا حلم الريمونتادا قبل اكتماله بلحظة. سافرت النهاية، برشلونة اقترب من المعجزة كثيرا لكنه سقط عند الخطوة الأخيرة. وفي نهاية المقطع، إذا عجبك المقطع اعمل لايك واشترك في القناة عشان نصل 10,000 اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.